يا اهلا بيكم. النهارده احنا مش بنصور فيديو، احنا بنفتح قلبنا لبعض في ليله الرؤيه. الدنيا بره مقلوبه، الزينه في كل حته بس الهدوء مش موجود. الاسعار في السماء بسبب الاستهلاك عمال بيزيد يزيد يزيد، والناس بقوا قريبين من بعض لكن ديجيتال، ابعد ما يكونوا عن بعض في الحقيقه. انا النهارده جايه اقول لكم ان برنامج السنه دي مش هيكون طبطبه بس، هيكون مواجهه ازاي نعيش رمضان 2026 بمنظور مختلف، منظور يحمينا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا من العالم اللي اتجنن بره ده. لو مستنيين مني بس اطباق وكلام مكرر فالفيديو ده مش ليكم. الفيديو ده للناس اللي عايزه تفهم اللعبه ماشيه ازاي ويرجع يمتلك زمام امور حياته من اول وجديد. يا ترى احنا بناكل ولا بنعوض نقص؟ خلونا نبدا بالحاجه اللي وجعانا كلنا، الاقتصاد. الدنيا غليت، ايوه الدنيا مقلوبه طبعا، بس هل سالنا نفسنا ليه لسه بنعمل عزومات استعراضيه؟ خطة 2026 الاقتصادية اللي احنا هنطبقها سوا ان احنا نصوم صيام حقيقي. الصيام معناه تقليل الاستهلاك، مش نقلله بالنهار ونعوض الألم ده بالليل، لا. احنا ليه بنشتري خزين شهر كامل في يوم؟ عشان ايه؟ ده بيخلق أزمة وبيرفع السعر علينا. لازم نغير منظورنا للسفرة، السفرة الكبيرة اللي نصها بتريلي ده، دي خطيئة اجتماعية قبل ما تكون اقتصادية. هعلمكم في البرنامج ده ازاي ان احنا نكتفي بحاجة واحدة بس، ونحترم جبنا ونغذي جسمنا الحقيقي، ونغذي كمان عقلنا مع بعض. القوة مش اللي يشتري أغلى يميش، القوة هو اللي بيقدر يقول مش محتاج. احنا محتاجين نكسر ثقافة المنظرة اللي قلبت حياتنا جحيم. احنا ليه بقينا بنمثل على بعض؟ اجتماعيا يا جماعة احنا بقينا مدمرين. الجانب الاجتماعي عندنا اتقلب، دنيته بقت مقلوبه لدرجه اننا بقينا بنعزم الناس عشان نصورهم وننزل ستوري، مش عشان نوصل الرحم بتاعنا. رؤية العلاقات في رمضان لازم نعمل فلترة للعزومات. لو العزومة هتخليكي كست بيت تقضي 10 ساعات في المطبخ وتطلعي محدودة ومنافسين على الضيوف، يبقى بلاش منها أصلا. رمضان عشان نوصل بعض مش عشان نمثل. الاختلاف المقلوب، زمان كانت اللمة دي يعني حكاوي، دلوقتي اللمة دي يعني 10 أشخاص قاعدين مع بعض كل واحد باصص في الموبايل بتاعه. طب ليه يعني؟ السنة دي احنا محتاجين نرجع القعدة الحلوة. هطلب منكم في كل عزومة يكون في صندوق للموبايل، ممنوع موبايلات خالص، ممنوع اي موبايل يلمس السفرة. هنرجع نتكلم نتخانق نضحك بس نكون موجودين بجد مع بعض، قلبنا وعقلنا مع بعض، مش مع الموبايل ولا على اي ابلكيشن ايا كان. المفروض كمان ان احنا محتاجين نبص للعباده بمنظور مختلف شويه في زمن الضوضاء اللي احنا بقينا فيه. ازاي نعبد ربنا والدنيا بره دوشه؟ كل واحد بيحاول يبقى لنا النسخه من رمضان بطريقته، مسلسلات، اعلانات، فيديوهات، حتى اليوتيوبرز، وكل عايز وقتك وبس. طيب فكرتي باختصار، احنا مش في سباق ختامات. ايه الفايده لو قرات القران 3 4 مرات وقلبك لسه فيه غل من جارك او جارتك، او لسه بنظلم حد شغال معانا؟ المنظور المختلف اللي هقدمه في برنامجي هو عباده الاخلاق. ازاي رمضان يغير شخصيتك، يخليك اهدى، يخليك اصدق مع نفسك. الدنيا مقلوبه لان اهتمينا بشكل المتدين ونسينا اخلاق المؤمن. رسالة لكل متابع، انت مش لوحدك. عارفة ان في ناس بتسمعني دلوقتي وحاسة انها تايهة، خايفين من المصاريف، شايلين هم الوحدة ان في ناس عايشة لوحدها، او مضغوطين من التوقعات اللي المجتمع حاططها وفرضها عليهم وهي ملهاش اي لازمة. انا هنا عشان اقول لك رمضان السنة دي بتاعك انت وبس، مش بتاع الناس. لو فطرنا فول وطعمية واحنا راضيين فاحنا احسن من اللي بيفطر بط وز وهو مديون ومهموم. الدنيا مقلوبة بس احنا نقدر نقف على رجلينا من اول وجديد. ندائي الاخير ليكم في نهاية فيديو النهاردة، انا حابة اقول لكم ان برنامجي هيكون رحلة السعادة، السعادة لنفسنا، لبيوتنا، لفلوسنا، لصلاتنا بربنا، لوضعنا الاقتصادي، لوضعنا الاجتماعي. وهنبدأ نطبق، والتطبيق العملي هيبدأ من بكرة. هنتعلم نتعامل بذكاء، ندبر بذكاء، ندير وقتنا بذكاء، نواجه مشاكل مجتمعية ونحاول نطلع بحل بذكاء. لو موافقين على المنظور ده اكتبوا لي في الكومنتات تحت، قولوا ان انتوا جاهزين، وشاركوا الحلقه دي مع اكتر حد تحس ان هو محتاج يسمع الكلام ده قبل ما الدوامه تسحبه. كل سنه وانتم طيبين والدنيا مقلوبه بس احنا ثابتين. اشوفكم بكره في اول حلقه على خير. باي باي.